النهارده ان شاء الله يا شباب هنراجع وحدتين، وهو اللي حضرتك هتمتحن فيه وحدتين. الوحده الاولى فيها 3 دروس. الدرس الاول بيتكلم على الفلزات واللافلزات، الدرس الثاني بيتكلم على الاحماض والقلويات، والدرس الثالث بيتكلم على الادله الكيميائيه. اما الوحده الثانيه عليها درسين بس، او فيها درسين بس، طاقه اسمها طاقه الوضع، وطاقه اسمها طاقه الحركه. هنبدا النهارده او هنبدا دلوقتي مع بعض باول درس في اول وحده اسمها الفلزات واللافلزات. ايه الفرق ما بين الفلزات واللافلزات؟ زي الفرق ما بين البخيل والكريم. الفلز دايما بيكون كريم، مستوى الطاقه الاخير بتاعه بيبقى زياده عن اللزوم، فمش محتاج الالكترونات دي، وبالتالي هو بيستغنى عنها يعني. فلو عملت مقارنه ما بين الفلزات واللافلزات هقول لك ان الفلزات كلها صلبه ما عدا الزئبق بس هو اللي سائل، تمام؟ لها بريق معدني، لها بريق، مش هي اللي بتطلع نور، لا، هي لما الضوء بيخبط فيها بتبقى ليها بريق معدني. مستوى الطاقه الاخير بتاعها بينتهي بالكترون 2 3. لو جينا بصينا كده على الوايت بورد، انا يا شباب هقسم الشاشه دلوقتي نصين، وهنوضح الجنب ده الفلزات. الفلزات ليها صفات ممكن لو شفتها في الطبيعه اعرفها. اول صفه لازم نعرفها هي ان كل الفلزات صلبه. كل الفلزات ايه؟ صلبه. اي حاجه صلبه قدامك اعرف انها فلز، بس خلي بالك اتقل شويه عشان ممكن نقول انها شبه فلز، بس في العموم كل المواد الصلبه تعتبر فلز ما عدا سائل واحد اسمه الزئبق. اسمه الايه؟ اسمه الزئبق. هو السائل الوحيد اللي يعتبر من الفلزات. طيب تاني حاجه لها بريق معدني. يعني ايه لها بريق معدني؟ هي مش بتطلع ضوء، لا، هو الضوء لو خبط فيها بيبقى بتصدر عنه شعاع بينعكس ويديني بريق معدني. مستوى الطاقة الأخير بتاعها بينتهي بإلكترون أو 2 أو 3. إزاي؟ لو بصينا كده يا شباب على الصوديوم مثلا، جينا نوزعه هتلاقي 2 8 1، صح كده؟ مستوى الطاقة الأخير هنا كام؟ 1. يبقى ذرة الصوديوم دي من الفلزات. لو جينا نبص مثلا على المغنيسيوم اللي هو 12، نيجي نوزعه 2 8 2، مستوى الطاقة كام الأخير؟ 2. طب لو جينا نبص مثلا على حاجة تانية اسمها الألمونيوم 13، تعالى وزعها كده 2 8 3. يعني المستوى الطاقة الأخير لو بيحتوي على إلكترون أو 2 أو 3، بقول العنصر اللي قدامي ده عنصر فلز. الفلزات دايما شيك، كريمة. ايه كريمة؟ ليه كريمة؟ لأنها بتفقد مستوى الطاقة الأخير، ولما بتفقد مستوى الطاقة الأخير بتحول إلى حاجة اسمها أيون، والأيون بتاع الفلزات اسمه أيون موجب. أيون إيه؟ موجب. أيون موجب، تمام؟ طيب على النقيض بقى، على العكس، اللافلزات. اللافلزات لو بصينا عليها يا دكاترة هنلاقي إن اللافلزات صلبة، ومش بس صلبة، دي سائلة، ومش بس سائلة، دي غازية. يعني معظمها صلب وغازي ما عدا عنصر واحد اسمه البروم، هو اللي سائل. يبقى ممكن يسألك سؤال أكمل مثلا، هو مين، أو أقول لك مين هو العنصر اللي بيوصل كهرباء وسائل؟ هو مش دي بتوصل كهرباء؟ يبقى الزئبق. طب مين العنصر السائل اللي مش بيوصل كهرباء؟ البروم، تمام؟ مستوى الطاقة الأخير بتاع اللافلزات بينتهي ب5 أو 6 أو 7. يعني لو بصينا للكلور كده 17، هتلاقي لما تيجي توزعه 2 8 7. لو بصينا على الأكسجين 8، هتيجي توزعه 2 6. لو بصينا على النيتروجين وجينا نوزعه 2 5. يعني مستوى الطاقة الأخير يا دكاترة لو انتهى ب5، انتهى ب6، انتهى ب7، أقول إن هو لا فلز. لا فلز من صفاته إن هو بخيل، بيكتسب، ولما بيكتسب بيتحول إلى حاجة اسمها أيون سالب. أيون إيه؟ سالب. يبقى أنا دلوقتي عرفت الكريم اللي بيعطي، واسمه أيون موجب، واسمه فلز، ليه بريق معدني، كله صلب ما عدا الزئبق سائل، بيوصل كهرباء ودرجة انصهاره عالية. أما اللافلز ده بخيل، درجة انصهاره واطية، مش بيوصل كهرباء ما عدا عنصر واحد اسمه الجرافيت.
تمام؟ مستوى الطاقه الاخير بتاعه بيبقى 5 او 6 او 7، بيكتسب وتحول الى ايون سالب. طيب صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هنا انا انجزت شويه معلومات، قلت لك خواص الفلزات بينتهي مستوى الطاقه الاخير بتاعها بايه يا مستر؟ بينتهي بواحد او 2 او 3. طب اللافلزات لا، 5 او 6 او 7، كلها صلبه ما عدا الزئبق سائل، ودي فيها سؤال خلي بالك بالله عليك. تمام؟ طيب بعضها صلب وبعضها غاز ما عدا البروم ماله سائل، يبقى يقول لك ايه هو السائل اللي بيوصل كهرباء؟ الزئبق. طب السائل اللي مش بيوصل كهرباء؟ البروم. طيب له بريق معدني؟ ملوش بريق معدني. ده قابل للسحب والطرق والتشكيل، قابل للسحب والطرق والتشكيل. ده مش قابل للسحب ولا الطرق ولا التشكيل. جيد توصيل الكهرباء، جيد توصيل حراره، درجه انصهاره مرتفعه، عكسه. يعني ده عكس ده. تمام؟ طيب من الامثله؟ الصوديوم، البوتاسيوم، الخرسين، الفضه، الحديد. من امثله اللافلزات الكربون اللي هو الجرافيد، وده مهم. الكبريت ده هو بس اللي بيوصل الكهرباء، ده الوحيد، ده مهم قوي. يقول لك العنصر الوحيد اللافلز اللي بيوصل كهرباء اسمه الكربون او الجرافيت. تمام؟ طيب الكبريت، الفوسفور، البروم واليود. اهو علل جات لنا، لسه بنتكلم وجات لنا علل. يدخل الجرافيت في صناعه العمود الكهربي لانه موصل جيد للايه؟ للكهرباء. طيب في حاجه اسمها رابطه فلزيه. الفلزات يا شباب دايما بتكون في ترابط، ونتيجه الترابط ده هي اللي بيكسبها او هو اللي بيكسبها الصلابه بتاعتنا. فاحنا بنقول الرابطه الفلزيه معناها قوه جذب الايونات السالبه والسحابه الالكترونيه التكافؤ السالبه التي تحيط بها. يعني ايه؟ لما العنصر زي الصوديوم 11 لما بنوزعه مستوى الطاقه بتاعه كام؟ 1، صح؟ ده بيفقد وتحول الى ايون موجب، صح كده؟ طيب كلمه بروتون دي عدد اللي موجود، انتوا عارفين طبعا النواه جواها الكترونات او الذره جواها الكترونات، جوه النواه ده حاجه اسمها بروتون موجب ونيترون متعادل. بيقول لك بقى كلمه الرابطه الفلزيه معناها قوه الجذب بين ايونات الفلز الموجب والسحابه الالكترونيه اللي بتدور حوالين النواه، اللي بتحيط بيها، اللي تحيط بيها. الرابطه الفلزيه يا شباب ايه وظيفتها في الفلزات؟ حاجتين: بتعطي للفلز صلابه، بتخلي الفلز جامد ما يتكسرش، عشان كده احنا بنقول من خواص الفلزات انها صلبه. تاني حاجه بترفع درجه انصهارها، بتخلي درجه انصهارها عاليه جدا. طيب عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. ايه هي الحاجه دي؟ بيقول لك كل ما بزود عدد الكترونات التكافؤ بتزيد قوه الرابطه الفلزيه وبالتالي بتزيد الصلابه. يعني ايه؟ صلى على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دلوقتي الفلزات دي بصوا على مستوى الطاقه الاخير كده. في الصوديوم هتلاقي مستوى الطاقه الاخير كام؟ 1. طيب بص على مستوى الطاقه المغنيسيوم هتلاقيه 2. طب بص على الالومنيوم هتلاقيه 3. بيقول لك بقى كل ما كان عدد الكترونات التكافؤ اللي هو في مستوى الطاقه الاخير كبير، ده يعطي للفلز اللي قدامك رابطه فلزيه اقوى. ولو الرابطه الفلزيه كبيره ده بيخلي درجه انصهار العنصر او الفلز صلب. فيقول لك انهي اكثر صلابه، الالومنيوم ولا الصوديوم؟ هنبص لعناصر التكافؤ او نرجع لموضوعنا يا شباب. بيقول لك كل ما بتزيد عدد الالكترونات التكافؤ كل ما كان بيعطي للذره اللي قدامي او الفلز اللي قدامي صلابه اكتر، وده نتيجه ان الرابطه الفلزيه بتكون كبير. يعني هنا لو بصينا للالومنيوم هتلاقيه العدد الالكترونات الاخيره كام؟ 3. طب المغنيسيوم 2. طب الصوديوم 1. بيقول لك مين اقوى؟ مين اكثر صلابه؟ مين درجه انصهاره اكتر؟ هتبص على ايه؟ هتبص على الكترونات التكافؤ. ده كام؟ 3، يبقى ده اكبر. منين؟ من ده وده. طب ده 2، يبقى ده اكبر من مين؟ من 1. تمام؟ يعني كل ما بزود الكترونات التكافؤ ده بيعطي للفلز اللي قدامي صلابه اكبر، وده نتيجه ان الرابطه الفلزيه بتكون ايه؟ بتكون اكبر. برافو عليك. طيب فعشان هنا يقول لك ايه؟ يقول لك علل صلابه الالومنيوم A13 اكبر من المغنيسيوم 12. هنقول له ليه؟ لان عدد الكترونات التكافؤ اللي في الالومنيوم اللي في ذره الالومنيوم اكبر من المغنيسيوم والصوديوم، وبالتالي تكون الرابطه الفلزيه اكبر، وبالتالي في ايه؟ تزداد الصلابه. طيب كلمه السبيكه، لو جبت فلز يا شباب وفلز او فلز وصهرته، يعني ايه صهرته؟ يعني ولعت فيه لحد ما داب، وجبت فلز اخر وعملت فيه نفس الكلام وخلطتهم ببعض بقى اسمه مخلوط. الاثنين لما بيختلطوا ببعض بيكونوا حاجه اسمها سبيكه.
السبيكه هي مخلوط متجانس، وخدنا كلمه متجانس يعني انا ما بشوفش المذيب والمذاب الاثنين مع بعض، تمام؟ بيتكون من مسهور فلزين او ايه او اكتر. بستخدم المساهير دي في ايه؟ او ليه بحط المساهير دي مع بعض؟ علشان ده بيديني الايه؟ بيديني العنصر الدمي بيكون اكثر صلابه. من ضمن السبائك سبيكه اسمها سبيكه البرونز. سبيكه البرونز صلبه جدا، اكبر من النحاس والقصدير، لان فيها نسبه قصدير 5% اللي هو SN، ونحاس اللي هو CU 95. بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في الحلى، بستخدمها في صناعه التماثيل، بستخدمها في الميداليات. اخر حاجه في الدرس اعاده تدوير الفلزات. الفلزات يا شباب، او كلمه اعاده التدوير دي عمليه تحويل النفايات الى مواد صالحه للاستخدام. الزباله بحولها لحاجه ايه؟ صالحه للاستخدام. بعمل كده ليه في الفلزات؟ قال لك والله علشان الفلزات دي مش موجوده في الارض بشكل مباشر، وعلشان اجيبها هتكلف كتير قوي عشان استخلصها من خاماتها، وبالتالي انا بعمل ايه؟ اعاده تدوير. قال لك والله انا بتم اعاده تدويرها ليه؟ قال لك بسبب تناقص نسبه وجودها في القشره الارضيه. ماشي يا سيدي. وكمان صعوبه استخلاصها من خاماتها. يا عم ماشي. وانخفاض تكلفه تدويرها. انا لما بعيد تدويرها ما بتكلفش كتير، وبالتالي بتكون اسهل ليا ان انا ارجعها تاني بعد ما استخدمتها. ده كان الدرس الاول بمنتهى البساطه. الدرس الثاني بيتكلم على الاحماض والقلويات. اي مركب في الدنيا بيبقى 4 انواع، يا يكون حمض، يا يكون قلوي، يا يكون اكسيد، يا يكون ملح. هندرس ال4 دول في الدرس ده. كلمه حمض يعني مواد بتدوب في الميه وتديني كاتيون الهيدروجين الموجب. تاني، يعني حمض مواد تذوب في الماء وتعطي كاتيون الهيدروجين الموجب. يعني ايه؟ يعني لو لقيت اي عنصر اوله اتش وبعديه مركب تاني او عنصر تاني او ذره تانيه، اعرف ان هو ايه؟ ان هو حمض. بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله الاحماض مواد بتدوب في الميه وتعطي ايه؟ ايون الهيدروجين الموجب. وبيقول لك والله ايون الهيدروجين الموجب ده ممكن يبقى مركب، او الحمض ده بيبقى نوعين، فيه اكسجين او ما فيهوش اكسجين. قال لك فيه اكسجين، مديك امثله كتير قوي. حمض HF، HCl، HBr، HI، H2S. كل الاحماض دي ما فيهاش اكسجين، ما فيهاش ذره اكسجين، فبسميها احماض غير اكسجينيه. دي الصيغه الجزيئيه بتاعتها. وهنا الايون بتاعنا، خلي بالك بقى في فرق ما بين الانيون والذره نفسها. يعني مثلا عشان نفهم الموضوع ده صلي على النبي. عايز تفهم صلي على النبي، هتفهم على طول. طيب، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دي يا اولاد اسمها ايه؟ اسمها كلور. برافو عليك. طيب الكلور ده كام؟ 17. برافو عليك. طب وزعه كده 2 8 7. طيب برافو عليك برضه. ده هو فلز ولا لا فلز؟ اخر مستوى الطاقه فيه كام؟ 7. قلت 5 6 7 يبقى لا فلز. برافو برضه عليك. ده هو هيفقد ولا هيكتسب؟ هيكتسب. برافو عليك. وتحول لايون ايه؟ سالب. برافو عليك. لما يتحول لايون سالب هو اكتسب الكترون واحد، مش بيبقى اسمه كلور، بيبقى اسمه كلوريد. بيبقى اسمه ايه؟ كلوريد. بس بشيل بحط يه ده في الاخر. طيب انا لو حطيت حمض او حطيت اتش اللي هو الكاتيون الموجب ده مع الكلوريد، قال لك والله الحمض من غير اكسجين ليه تسميه. اول حاجه بتقول كلمه حمض، وبعدها بتقول كلمه هيدرو. كلمه ايه؟ هيدرو. وبعدها بتقول اسم الانيون. هو الانيون اسمه كلور ولا كلوريد؟ اسمه كلوريد. وبتشيل اليه دال وتحط يه كاف، يبقى اسمه حمض الهيدرو كلوريك. اسمه الحمض ايه؟ الهيدرو كلوريك. طب الثاني كده اللي هو اتش اف، ده فيه اكسجين؟ لا. فقول كلمه حمض وبعدين اقول كلمه هيدرو. ده هو اسمه فلور. الانيون بتاعه اسمه فلوريد، بشيل اليه ده واحط يه كاف يبقى اسمه حمض الهيدرو فلوريك. وهكذا بقى اي حاجه ما فيهاش اكسجين بعمل نفس الكلام. بعمل ايه يا مستر؟ قال لك والله بتصلي على النبي، وبعد كده تبدا بكلمه حمض، بعد كده بتقول هيدرو، بعد كده بتكتب اسم الانيون اللي هو اخره يه دال، وتشيل اليه دال وتحط يه كاف. والامثله بتاعتنا فوق اهي. تمام؟ طيب نبص بقى على الاحماض لو فيها اكسجين، زي مثلا النترات. خلي بالك ده هو لوحده اسمه نترات، ده هو اسمه نيتريت، ده هو اسمه كلوريد، ده هو اسمه كربونات، ده هو اسمه كبريتات، ده هو اسمه كبريتيت، ده هو اسمه فوسفات. بس عشان في اتش في الاول زي ما قلت كاتيون الحمض
مواد تذوب في الميه وتعطي كاتيون الهيدروجين. لو حطينا الهيدروجين بقول حمض. طب انا اقول حمض وكلمه هيدرو، قال لك لا ما تقولش الكلام ده، امال هقول ايه؟ قال لك قول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال لك اول حاجه هتقول كلمه حمض، وبعد كده تقول اسم الانيون، نترات، نيتريت، كربونات، فوسفات، كبريتات، كبريتيت، اي حاجه هتقول اسم الحمض او اسم الانيون، وبعد كده تشوف الانيون اخره الف ت، تشيل الالف ت وتحط يه كاف. طب اخره يه ت، شيل اليه ت وحط وز، مش الوز لا، كلمه وز، واو زين اهو. الف ت حط يه كاف، يه ت حط وز. بص كده الوز، بص يا وز، ده حمض اسمه ده هو اسمه النيتريت، يه ت، بشيل يه ت واحط ايه؟ يه كاف، يبقى اسمه حمض النيتريك. طيب ده اسمه النيتريت، يه ت، بشيله واحط ايه؟ واو زين وز، فيبقى اسمه حمض النيتروز. تمام؟ وعلى ذلك بقى قيس بقى كل ده على ذلك. تمام؟ عشان ما نخلص الموضوع ده في تركية مهمة جدا، لازم تكون الشحنة الموجبة بتساوي عدد الشحنة السالبة عشان يديك قيمة الشحنة الكلية للايه؟ للإلكترون أو للحمض نفسه، وهي بتساوي صفر. طيب الأحماض موجودة في بيتنا، موجودة في الليمون، في الكاتشب، في العنب. ده على فكرة ممكن يسألك يقول لك الأحماض موجودة فين في البيت بتاعنا في المنزل؟ تقول له والله في الكاتشب، في العنب، في الليمون. الحمض ليه أهمية في حياتنا؟ الحمض يا شباب حمض مهم جدا في حياتنا. يعني مثلا في بطننا حمض اسمه HCl، الحمض ده بيفرتك اي حاجه انت تبلعها، بيفرتكها حرفيا وبيحولها الى مواد عضويه بسيطه الجسم بيستفيد منها. يبقى ايه اهميه الحمض في جسمنا؟ ان هو في HCl بيعمل على هضم الطعام، بيعمل على هضم الايه؟ الطعام. اما في حمض تاني اسمه حمض اللاكتيك، ده بيساعد العضله انها تتحرك لو مفيش اكسجين. يعني لو انا بجري وخلصت الاكسجين او الاكسجين قليل، لان انا بجري فالاكسجين بيبقى قليل، في حمض اسمه حمض اللاكتيك هو بينتج او بيدي باور للعضله بيخليها تتحرك اكتر. بس خلي بالك لو اتراكم في عضله رجلك مثلا بيسبب لك تشنج ايه؟ عضلي. اهميه الاحماض في جسمنا قلنا حمض الهيدروكليك بيفرز في المعده ويساعد على هضم الايه؟ الطعام، وحمض اللاكتيك بيمد العضلات بالطاقه اللازمه عند نقص الايه؟ الاكسجين، ولكن تراكمه يسبب ايه؟ شد عضلي زي ما قلت، مش سحر ولا شعوذه، قلت من غير ما ابص ركز. ما علينا. القلويات دي عكسها بقى، دي مواد برضه بتدوب في الميه بس مش بتدي كاتيون هيدروجين، دي بتدي مجموعه اسمها الهيدروكسيد OH. اسمها ايه؟ OH. طيب اهي بتبقى ايه؟ موجبه، ايون موجب، ذريه موجبه مع ايون العنصر فلز، بسميها ايه؟ قول اسم الكاتيون، قول اسم هيدروكسيد. يعني ايه مثلا؟ زي مثلا الصوديوم، ما هو الصوديوم ده كاتيون، انت مش عارف ان الفلز الايون الموجب بسميه كاتيون؟ الايون الموجب بسميه ايه؟ كاتيون. والايون السالب اللي هو فيه الهيدروجين بسميه انيون. فبيقول لك الاسماء بتاعت الكاتيونات، بقول اسم الكاتيون وبعد كده بقول هيدروكسيد. مثلا الصوديوم Na بقول ايه؟ هيدروكسيد الصوديوم. طب البوتاسيوم هيدروكسيد البوتاسيوم. بص كده مش جايبينها بس احنا كتبناها وخلاص. طيب القلويات موجوده في المنزل؟ موجوده فين؟ في المنظفات، موجوده في صودا الخبيز، موجوده في معجون الاسنان. طيب عشان افرق ما بين الاحماض والقلويات بستخدم جواسيس. احنا كده هنخش على الادله الكيميائيه دلوقتي، بس تعالى نقرا الايه؟ الكلمتين دول وهقول لك ازاي نكشفهم بسرعه. قال لك والله الحمض بيغير ورقه عباد الشمس اللون الاحمر، والقلوي بيغيرها للون الازرق. يعني لو جبت ماده، لو جبت كوبايه معايا اناء وفي ماده ما اعرفهاش مجهوله وعايز اعرف هي حمض ولا قلوي، بحط ورقه عباد الشمس. الورقه لو اتقلبت احمر بعرف ان اللي قدامي حمض، لو اتقلبت ازرق بعرف اللي قدامي قلوي. يعني ايه قلوي؟ يعني مواد بتدوب في الميه وتدي OH. يعني ايه حمض؟ مواد بتدوب في الميه وتعطي كاتيون الهيدروجين الموجب. خلي بالك بقى ايه اللي هيحصل لو تفاعل حمض مع قلوي؟ يديك ملح وميه. ايه اللي هيحصل لو تفاعلنا حمض مع قلوي؟ يديك ملح وميه. طيب ينفع الاحماض تتفاعل مع بعضها؟ لا. طب ينفع القلويات تتفاعل مع بعضها؟ برضه لا. امال الحمض مع القلوي يديك ايه؟ ملح وميه، وبسمي التفاعل ده تفاعل التعادل. بسميه ايه؟ تفاعل التعادل. يعني مثلا لو جبت HCl ده حمض وNOH ده قلوي، فعلتهم مع بعض هيديني ملح وميه. ملح وايه؟ ملح وميه. اهي لا تتفاعل الاحماض مع بعضها ولا تتفاعل القلويات مع بعضها.
في بقى الناس اللي بيجي لها حموضه كتير جدا من كتر ان الحمض بيزيد في المعده، في لبن اسمه لبن مغنيسيا، ده بيتباع في الصيدليات، ده علاج مؤقت لحموضه المعده، بيقلل الحموضه ان هو بيزود مجموعه من مجموعه الهيدروكسيد في بطن الانسان، وبتساعد على علاج الحموضه مؤقتا. طيب التيار الكهربي، خلي بالك الاحماض بتوصل الكهرباء، في منها بيوصل قوي وفي منها بيوصل ضعيف. دول اللي بيوصلوا قوي حمض الهيدروكليك، حمض الكبريتيك، حمض النيتريك. اللي بيوصل ضعيف حمض الخليك اللي هو الخل، تمام، وحمض الكبريتوز وحمض النيتروز. دول بيوصلوا بس ايه، بنوع ابطا شويه من الاحماض الثانيه. القلويات جيده التوصيل زي هيدروكسيد الصوديوم، والقلويات ضعيفه التوصيل زي هيدروكسيد الامونيوم NaOH. خلي بالك احفظ الصيغه دي، يعني هتجي لك، ممكن تجي لك كتير. equal to، وهيدروكسيد الامونيوم AlOH equal to. طيب قال لك الاكاسيد، كلمه اكسيد يعني اخر العنصر قدامي اكسجين. عندنا نوعين من الاكاسيد، اكاسيد حامضيه واكاسيد قاعديه. كلمه اكسيد قاعدي يعني اكسيد فلز، يعني ماده دابت في الميه او احترقت في الاكسجين فادتني يعني فلز، زي الصوديوم، زي البوتاسيوم، زي اي فلز، زي اي كاتيون لو احترق في وجود الاكسجين بسمي اللي قدامي ده اكسيد قاعدي. طب اي انيون احترق في وجود الاكسجين بسميه اكسيد حامضي، بسميه اكسيد ايه؟ حامضي. طيب زي ما المغنيسيوم بيحترق في وجود الاكسجين مكون اكسيد المغنيسيوم، لو سأل اكسيد المغنيسيوم ده هو ايه؟ قول له والله اكسيد قاعدي. طيب قال لك الاكاسيد اللافلزيه برضو نفس الكلام، لافلزات بتحترق في وجود الاكسجين مكونه اكاسيد ايه؟ حامضيه. زي ما الكبريت بيحترق في وجود الاكسجين بيديك ثالث اكسيد الكبريت، والذي يذوب في الماء مكون حمض اسمه حمض الكبريتيك. خلي بالك ده اهو بيسبب امطار حمضيه. لما ثاني اكسيد الكبريت ده بيتصاعد اصلا، لما بيتصاعد للسماء، السماء فيها ميه، لما بيختلط بالميه بيديك حمض اسمه حمض الايه؟ الكبريتيك. لو سحابه خبطت في سحابه تنزل مطره، الامطار دي اسمها امطار حامضيه. الامطار الحامضيه بيؤدي احتراق الوقود الحفري زي البترول والفحم والكربون والكلام ده اللي ناتج من السيارات والمصانع في توليد اكاسيد حامضيه زي اكسيد النيتروجين، ثاني اكسيد الكبريت. الحاجات دي بتدوب في الميه في السحاب وتتساقط على صور امطار حمضيه. بتعمل ايه الامطار الحمضيه فينا؟ اول حاجه بتدمر جهازك التنفسي، تاني حاجه ممكن تدمر الغابات، تالت حاجه بتضر الكائنات الحيه اللي بتعيش على المسطحات المائيه زي البرمائيات، الضفادع وغيرها، والاسماك كمان بتاكل احجار المباني. اخر حاجه الادله الكيميائيه. قبل ما ابدا عايز اقول لك ايه الفرق ما بين انك تشرب ميه نار وتشرب عصير ليمون. الفرق واضح قوي. الفرق يا شباب في البي اتش. ايه البي اتش وايه الادله؟ اولا انا لما اجي اخش معمل وعايز اعرف ماده، مش انا بدوقها او بشمها او بمسكها حتى بايدي، ما بعملش الحاجات دي. لازما ابعت جواسيس، الجواسيس دول يرجعوا لي يقولوا لي والله ده حمض ما تقربش منه، ده قلوي ملمسه زي الصابون ممكن تلمسه عادي، ده مش عارف ايه ممكن يتصاعد بخيره. يبقى انا ببعت جواسيس، والجواسيس دول بيقولوا لي ايه؟ بيرجعوا لي يقولوا لي والله ده كذا اعمل كذا، ده كذا اعمل كذا. بقول لك الادله: مواد يتغير لونها حسب الوسط الحمضي عن الوسط القاعدي. يعني اول لونها بيتغير لو حطيته في الوسط الحمضي بيديك لون، لو حطيته في الوسط القلوي بيديك لون. زي ايه؟ زي عندنا جاسوسين، جاسوس اسمه شريط دوار الشمس او عباد الشمس، ودليل يونيفرسال. قال لك عباد الشمس احنا واخدينها من شويه ان هو اول ما بحطه في الحمض بيحمر، واول ما بحطه في القلوي بيعمل ايه؟ بيزرق. قال لك والله اهو في الحمض بيحمر وفي القلوي بيزرق. طب الميه المتعادل ولا كده ولا كده، بيفضل زي ما هو، ولا كده ولا كده. فين؟ في الميه المقطره. ايه الميه المقطره؟ يقول لك سؤال: علل الميه المقطره متعادله التاثير على لون دوار الشمس. ليه متعادله؟ قال لك والله لان عدد الهيدروجين، ايونات الهيدروجين، بيتساوى مع عدد ايونات الهيدروكسيل، وبالتالي الورقه ولا بتتلون احمر ولا بتتلون ازرق. استنتج من كده ايه؟ استنتج لو زاد عدد ايونات الهيدروجين عن عدد ايونات الهيدروكسيد بيبقى حمض وتتلون باللون الاحمر. اما لو زاد عدد ايونات الهيدروكسيد عن عدد ايونات الهيدروجين ده بيبقى قلوي وتحول للون ايه؟ للون الازرق. تاني حاجه دليل يونيفرسال، ده بيستخدم بقى للتمييز بين الاحماض والقلويات. هو دليل عباد الشمس ما ينفعش استخدمه للاحماض نفسها او القلويات نفسها، يعني ما ينفعش افرق ما بين الحمض القوي والضعيف او القلوي القوي والضعيف بعباد الشمس. ليه؟ لان هو هيدينا نفس اللون.
اما استخدم ايه؟ قال لك دليل يونيفرسال، هو اللي بيستخدم الفرق ما بين الاحماض والقلويات، وكمان التميز بين الاحماض وبعضها والقلويات وايه؟ وبعضها. طب لو انا قدامي غاز في الهواء كده، عايز يعني اعرف هو حمضي ولا قلوي ولا متعادل ولا ايه؟ قال لك والله بل ورقه عباد الشمس في الميه. ليه؟ لان ايوناتها هترتبط بالميه، ولو بقت احمر اعرف ان ده اهو غازات حمضيه. زي ايه؟ زي ثاني اكسيد الكربون، ده غاز حمضي ركز فيه، ادي اول واحد. ثاني اكسيد النيتروجين، ثالث اكسيد الكبريت، ده هم 1 2 3، احفظهم عشان بيجوا كتير. طيب القاعديه بيتغير اللون الازرق بس لما تحطه في الميه. لما تحطه فين؟ في الميه. زي غاز النشادر برضه حفظ. طب غاز المتعادل لا بيتغير لونه خالص، وده زي غاز الهيدروجين، غاز النيتروجين، غاز الاكسجين. طيب في بعض الغازات بقى لو حطيتها اصلا لو بليتها ميه اللون بيفضل زي ما هو. ايه بقى هي؟ قال لك زي الكلور. الكلور ده بيدوب في الميه ويديك ويزيل اللون بتاعه، يزيل اللون بتاعه. طيب في نبات اسمه نبات الكوبية. نبات الكوبية ده عكس، يعني الكيمياء دخلت في قلب الزراعه، في قلب الغيط. ازاي بقى؟ قال لك والله لو بتتلون الازهار باللون الازرق لو حطيتها في وسط حمضي، ده العكس. هو المفروض لو حطيتها في وسط حمضي تلون بالاحمر. قال لك لا، النبات ده مختلف، حطيته في الحمض يقلب ازرق، حطيته في القلوي يقلب احمر. في حاجه بقى اسمها الرقم الهيدروجيني يا شباب. العالم اسمه العالم السوريين. العالم ده هو حط مسطره وقال فيها من 0 ل 14، وقال لك والله من 0 ل 14، من 0 ل 14 ده بيتعبر لي عن الحامضيه والقاعديه. صلي على النبي. قال لك والله الحمض بقيمه اتش بتاعته بتبدا من 0 لحد 7، والمتعادل 7، ومن 7 ل 14 ده بيبقى قلوي. ده بيبقى ايه؟ ده بيبقى قلوي. طيب قال لك ليه بفضل استخدام جهاز بي اتش ميتر لقياس او قيمه الرقم الهيدروجيني؟ قال لك عشان بيديني الرقم مباشر وبدقه، بيطلع لي الرقم ديجيتال كده على طول من غير ما ايه اقيس بدليل زي دليل يونيفرسال يعني. طيب اخر حاجه انا قلت اي مركب كيميائي يا شباب بيبقى 4 حاجات، يا حمض يا قلوي يا اكسيد يا ملح. انا خدت الحمض وخدت القلوي وخدت الاكسيد، فاضل لي الملح. الملح ده مواد بتتكون من كاتيون وانيون. كاتيون وايه؟ انيون، الاثنين مع بعض، واول ما احطهم في الميه بيدوبوا بسرعه. قال لك الاملاح مركبات كلها ايونات، دي اول حاجه تستنتجها. تنتج من تفاعل الاحماض مع القلويات. لو تفتكر قلت لك حمض مع قلوي يديك ملح وايه؟ ملح وميه. بتتكون من اتحاد الكاتيون زي لسه قايل دلوقتي، من اتحاد الكاتيون والانيون. تتواجد في صوره صلبه او ذائبه في الميه في مياه البحر والمحيطات. قال لك والله ممكن تبقى 4 اشكال، يا اما تكون ايون فلز موجب مع ايون فلز سالب، او ايون فلز موجب مع مجموعه ذريه سالبه، او ايون فلز سالب مع مجموعه ذريه موجبه، او ايون فلز او مجموعه ذريه سالبه مع مجموعه ذريه موجبه، او ايون فلز موجب مع ايون فلز سالب ما عدا الاكسجين زي كلوريد الصوديوم، ايون فلز موجب مع مجموعه ذريه سالبه ما عدا الهيدروكسيد، كل السالب ما عدا الاكسجين، كل الموجب مع الاكسجين، كل سالب ما عدا الهيدروكسيد. زي كربونات الصوديوم، ايون موجب، ايون مجموعه ذريه مع ايون فلز زي كلوريد الامونيوم. الحاجات دي يا شباب حفظ، لازم نحفظها. تمام؟ طيب ايون مجموعه ذريه موجبه مع ايون مجموعه ذريه سالبه زي كلوريد او عفوا كربونات الامونيوم. قال لك الملح بيتفق في حاجات وبيختلف في حاجات. بيتفق في ايه؟ انه كله صلب. بيتفق في ايه تاني؟ انه مش بيوصل كهرباء. بس خلي بالك محاليل الملح، مصاهير الملح هي اللي بتوصل الكهرباء، وممكن توقعك دي. يعني الملح نفسه ما بيوصلش، اما لو داب يوصل، لو انصهر يوصل. تمام؟ الماء المقطره ما بتوصلش، الماء المقطره مش بتوصل. قال لك والله انا ده الحاجات المتشابهه. المختلف في ايه؟ قال لك في اللون. اللون ممكن يبقى ابيض، ممكن يبقى ازرق، ممكن يبقى اخضر. يعني ايه؟ قال لك والله اللون الابيض عندنا نوعين لازم تحفظهم، كبريتات الخرسين وكربونات الصوديوم. لون ازرق زي كبريتات النحاس. طب لون اخضر؟ قال لك زي كلوريد النيكل. ده من حيث اللون، اما من حيث
الذوبان في الميه في مواد بتدوب او املاح بتدوب واملاح مش بتدوب. الاملاح اللي بتدوب في الميه كتير قوي زي املاح الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم والنترات. في ملح اسمه كلوريد النيكل اللي هو كان لونه ايه؟ كان لونه اخضر، تمام؟ ده بيدوب في الميه. كبريتات النحاس اللي هي لونها ايه؟ لونها ازرق فوق اهي، لونها ازرق بتدوب في الميه. يعني الكبريتات الملونه بتدوب في الميه مع كبريتات اللي بتحتوي او الاملاح اللي بتحتوي على كالسيوم بوتاسيوم صوديوم. اما الاملاح اللي مش بتدوب في الميه قال لك كل ملح فيه كربون، كل ملح فيه كربون ما بيدوبش، وكل ما عدا كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم. عندك كلوريد الفضه وعندك كبريتات الكالسيوم. اما من حيث القيمه البي اتش قال لك والله فيها املاح حامضيه، املاح قاعديه، املاح متعادله. املاح حامضيه يعني البي اتش بتاعتها من 0 ل 7، من 0 لكام؟ ل 7. زي ايه؟ زي كلوريد الامونيوم. املاح متعادله والله يعني البي اتش بتاعتها بتساوي 7، زي كربونات الصوديوم. املاح متعادله زي قيمه الاتش بتاعتها من 7 بقى ل 14، من 7 كام؟ ل 14، زي كلوريد الصوديوم. بتوصل الكهرباء؟ قلنا مش بتوصل الكهرباء، بس مصاهرها ومحاليلها اللي بيوصلوا كهرباء. بيقول لك ليه ما ينفعش نغرق في البحر الميت؟ قال لك علشان ملوحته عاليه جدا، بتوصل ل 10 اضعاف ملوحه البحر الاحمر، وبالتالي بتزداد كثافته. طيب تعال نخش بقى في الوحده الثانيه. الوحده الثانيه فيها درسين بس، تتكلم على حاجه اسمها طاقه الحركه. ناخد بقى بعدنا خالص عن الكيمياء، نخش على فيزياء الحركه. فيزياء الحركه بيقول لك اول درس عندنا هما درسين، طاقه حركه وطاقه وضع. قبل ما اتكلم في النقطه دي هديك بس نبذه بسيطه، بس امتى؟ لما نصلي على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بقول لك كان يا مكان سعد يا اكرام ولا يحلى لي اي كلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. صلى على النبي يعني. عندي شخص، امسح بس بتاع ده كده، عندي شخص جميل اهو. الشخص ده اتحرك من النقطه الف لحد النقطه ب. كويس؟ كويس. المسافه دي وليكن مثلا 3 سم. بعد كده من اتحرك من ب لحد ج، كانت دي 5 سم. وبعد كده اتحرك من ج لحد د، كانت دي 3 سم. وقال لك ايه هي المسافه؟ احسب لي المسافه، احسب او اوجد المسافه. خلي بالكم المسافه امسحها كده ونكتبها المسافه. المسافه اللي هي رمزها دي. المسافه يا شباب هو المسار الفعلي اللي اتحرك فيه الجسم من نقطه بدايته لنقطه نهايته. فين يا برنس الليالي نقطه بدايه الجسم؟ قال لك نقطه بدايته الف. طيب فين نقطه نهايته؟ قال لك د. قال لك بس كده، برافو عليك. يبقى تحسب لي المسافه الكليه الفعليه، المسار الفعلي اللي اتحرك من الف لد، يعني 3 و5 8 و3. بس كده سهل. طب قال لك الازاحه، خلي بالك الازاحه رمزها اس. الازاحه هي اقصر خط مستقيم يصل بين نقطه البدايه او بين نقطتين، نقطه البدايه ونقطه النهايه. وين هي نقطه البدايه؟ قال لك نقطه البدايه اهي. فين نقطه النهايه؟ نقطه النهايه اهي. اقصر خط مستقيم فين؟ اهو. يبقى ده اسمها الازاحه. طب اعرفها ازاي؟ وده مش مستطيل، كل ضلعين متقابلين متساويين، 3 و3، دي هنا 3 يبقى هنا 3، هنا 5 يبقى هنا ايه؟ 5. بس كده. تمام؟ طيب ده الفرق ما بين المسافه والازاحه. المسافه والازاحه. قال لك ايه هو المسار الحركه؟ قال لك ده مجموعه من النقاط التي تمر بها الجسم اثناء حركته. المسافه والازاحه قلنا رمزها دي، وده طول المسار الفعلي، والازاحه ده اقصر خط مستقيم. الاثنين بيتقاسوا بالمتر او بالكيلو متر او بالسنتيمتر. تمام؟ قلنا عشان نحول الحاجات دي مهمه، عشان نحول من المتر للسنتيمتر بضرب في 1000، عشان احول من السنتيمتر للمتر بقسم على 100 عفوا. بضرب في 100 وبقسم على 100 عفوا. طيب علشان احول من كيلو متر لمتر بضرب في 1000، وعشان احول المتر للكيلومتر بقسم على 1000. السرعه بقى الفي دي المسافه المقطوعه خلال وحده زمن، وبتتقاس بالمتر على الثانيه. ازاي؟ صلى على النبي. لو انا قلت لك الصوره اللي قدامكم دي، الجسم ده اتحرك 3 وليكن في 3 ثواني، وبعد كده اتحرك من ب لج في برضه 3 ثواني يا عم،
وبعد كده اتحرك من ج لد في 2 ثانيه مثلا. قال لك والله هات لي الفي اللي هي السرعه. السرعه يا رجاله اللي هي الفي بتساوي المسافه المقطوعه اللي هي دي على الزمن اللي هو تي، يعني هتحسب المسافه اللي احنا طلعناها على الزمن. الزمن كام؟ 3 و3 و2 بس. تمام، وهكذا. طيب واحنا خدنا الكلام ده قبل كده. الزمن بيقدر بايه؟ بالزمن بالثانيه ومضاعفاتها طبعا. كلمه الشغل، الشغل دي كميه، خلي بالك لسه ما اتكلمناش في طاقه الوضع، بس احنا بنتكلم كتمهيد. يعني ايه الشغل؟ قال لك والله لو جسم واقف وزق جسم او قوه زقت جسم، يعني انا مثلا نمسح دي ونبص على حاجه ثانيه، مثال مثلا عشان نفهم الحته دي بس. ادي جسم وادي او ادي قوه اثرت عليه، الراجل ده زق الجسم ده. الجسم ده لو اتحرك مسافه معينه او ازاحه معينه، يبقى القوه اثرت على الجسم فحركته ازاحه معينه، يبقى ده اهو بذل شغل. بذل ايه؟ يبقى امتى اقول ان الجسم بذل شغل؟ لو اتحرك القوه حركت الجسم ازاحه معينه، حركته ازاحه معينه. طيب نبص هنا كده ونقول الشغل اللي هو الدبليو هي كميه الطاقه اللازمه لتحريك جسم ازاحه معينه في نفس اتجاه القوه المؤثره عليه. يعني كلما زادت مقدار القوه زاد الشغل المبذول عليه. والقانون الشغل بيساوي القوه في الازاحه. ممكن نعمل هنا اهو قانون جميل ونقول، مش بيقول لك الشغل بيساوي القوه في الازاحه؟ يعني انا لو عايز دلوقتي، لو اديك في الامثله، اداك دلوقتي انا عايز الشغل، اقول والله القوه في الازاحه. طب انا عايز القوه، خبيها وقول القوه بتساوي الشغل على الازاحه. طب انا عايز الازاحه، اخبيها واقول الازاحه بتساوي الشغل على القوه. تمام؟ طيب بيقول لك علل الشخص الذي يسحب شجره لا يبذل شغل، لان المسافه المقطوعه بتساوي كام؟ بتساوي صفر. هو بيزق شجره، زق، اتحركت؟ لا، يبقى انت ما بذلتش شغل. وحده قياس الشغل طبعا الجول ومضاعفاته. الكيلو جول قلنا عايزين الجول، لو انا هحول من كيلو جول للجول بضرب في 1000، لو انا هعمل العكس بقسم على 1000. وحده قياس القوه نيوتن طبعا. وحده قياس الازاحه المتر. بصوا بقى عشان نفهم ضبط المتغيرات. بصوا يا جماعه، ضبط المتغيرات دي هي اللي بتفهمني ازاي افهم الموضوع ده بشكل بسيط شويه. قال لك والله لازم تعرف يعني ايه متغير مستقل ومتغير تابع ومتغير ضابط. انا دلوقتي طيب صور الطاقه عندنا نوعين، بي اي اللي هي طاقه الوضع، وكي اي اللي هي طاقه الحركه. طاقه الوضع احنا خلي بالكم احنا دارسين الحاجات دي، احنا بنحاول ايه ننجز بقدر الامكان عشان نحل اكبر كم من الاسئله ونعرف اكبر كم من المعلومات. طيب طاقه الوضع معناها الطاقه المختزنه في الجسم. وانا لو معايا كتاب على الارض وجيت شلته من على الارض وحطيته على رف، هو دلوقتي الكتاب اكتسب باور، صح؟ اكتسب طاقه، ولما اكتسب طاقه هو دلوقتي مختزن في طاقه، فاسمها طاقه الايه؟ طاقه الوضع. العوامل المؤثره عليها حاجتين، لو جبت اللي هي وزن الجسم والارتفاع. وزن الجسم كلما زاد الوزن تزداد طاقه الوضع، كلما زاد الارتفاع زاد طاقه الوضع. ودي علاقه طرديه، خلي بالك. البي اي ادي المثلث اللذيذ بتاعنا، هنا كتله وهنا ارتفاع. بيقول لك زاد الوزن للضعف عند ثبوت الارتفاع، طاقه الوضع تزيد للضعف. طب قلت المسافه الرئيسيه التي ارتفعها الجسم للنص عند ثبوت الوزن، هتقل برضه للنص. يعني العلاقه ما بين الاتش والبي اي علاقه طرديه، واحد زاد الثاني يزيد. والعلاقه ما بين الام والبي اي علاقه برضه طرديه، بس عند ثبوت الاتش، وده برضه عند ثبوت الام. طيب طاقه الوضع بتساوي وزن الجسم فين؟ في الارتفاع. اخر حاجه هي طاقه الحركه. قلنا الطاقه اللي بيكتسبها الجسم نتيجه حركته والشغل الشغل المبذول اثناء ايه؟ تحريك جسم. العوامل اللي بتاثر عليها كتله الجسم وسرعه الجسم. خدنا الكلام ده. كتله الجسم كل ما بزود كتله الجسم بتزداد طاقه الحركه، وكل ما ازود سرعه الجسم بتساوي برضه بتزداد طاقه الايه؟ الحركه. عندنا قانون طاقه الحركه بتساوي نص الكتله في مربع السرعه. نص الكتله في مربع السرعه. ده رسم بياني للعلاقه ما بين الكتله وطاقة الحركة، علاقة طردية برضو، وهنا برضو علاقة طردية ما بين نص الايه؟ مربع السرعة.
ماذا يحدث؟ نفس اللي احنا قلناه، اذا قلت كتله الجسم للنص قال لك والله نفس القانون اهو، نفس القانون كي اي، وهنحط هنا نص الكتله وهنا مربع السرعه، ده هو بيتناسب مع ده هو طردي عند ثبوت مين؟ ده هو، وده هو بيتناسب مع ده هو طردي عند ثبوت مين؟ عند ثبوت ده هو، فلو ده زاد للضعف ده يزيد للضعف، لو ده زاد للضعف ده يزيد للضعف، وهكذا. تمام؟ طيب العلاقه بين طاقه الحركه وطاقه الوضع، معايا وليكن معايا الكره دي واقفه عند موضع الف، فانا رحت ماسك الكره دي وزقتها كده، فلما زقتها كده هي اختزنت قدر من الطاقه، وقدر من الطاقه اللي اختزنته هو اصبح الكره دلوقتي لو قلنا طاقه الوضع هنا اهو اعلى ما يمكن، وطاقه الحركه صفر، لان هو واقف. اول ما الكره بتنزل طاقه الحركه بتبدا تزيد وطاقه الوضع بتبدا تقل لحد ما نوصل عند النقطه بتاعت الف تاني، طاقه الوضع بتكون صفر وطاقه الحركه اعلى ما يمكن، وبترجع تاني نفس المشكله كده، او بترجع نفس الطريقه كده، اقصى ارتفاع طاقه الوضع اكبر ما يمكن وطاقه الحركه كام؟ زيرو او صفر. الموضع الاصلي بيكون طاقه الوضع بيساوي زيرو وطاقه الحركه اكبر ما يمكن. مجموع الطاقتين بيعرفوا بالطاقه الميكانيكيه ورمزها ام اي بتساوي الكي اي زائد البي اي، وعوض يا عم في المسائل. الطاقه الميكانيكيه يساوي طاقه الوضع زائد طاقه الايه؟ الحركه. طيب بنولد الكهرباء، خدنا في العربي ماده العربي خدنا السد العالي، وقلنا السد العالي ده موجود عندنا في مصر، بيحمينا من فيضانات كتيره جدا، وبالتالي احنا بنحط فيه او بنستخدم فيه طاقه الوضع وطاقه الحركه كنتيجه لتوليد تربونات بتولد طاقه وحركه. نفس الكلام ده فيه هي تحولات الطاقه، طاقه الوضع وطاقه الحركه. كمان كره الهدم بتستخدم في تستخدم في هدم المباني القديمه، تتحول طاقه الوضع المختزنه لطاقه حركه، تنتقل هذه الطاقه الى المباني عند اصطدام الكره فتسبب هدمها. تسبب ايه؟ هدمها. احنا كده خلصنا 90 او 95% من التوتال بتاعنا، فاضل 5 بس في المية اسئله. تعالوا بقى بعد ما شربنا الشاي رجعنا شويه، تعالوا نشوف شويه اسئله محلولين علشان ما اطولش عليكم، نقعد نلف وندور حوالين بعضنا. السؤال باجابته موجوده قدامك، صلي على النبي. بيقول لك عرف الفلزات، قول له اي حاجه عن الفلزات، قول له انها صلبه ما عدا الزئبق، قول له انها لها بريق معدني، قول له ان مستوى الطاقه بتاعها بيحتوي على 1 2 3. الفلزات هتبقى نفس الكلام، قول له ملهاش بريق معدني، ما بتوصلش كهرباء، درجه انصهارها منخفضه، مستوى الطاقه الاخير بتاعها 5 أو 6 أو 7 وهكذا. تمام؟ طيب قال لك يعني ايه مثلا رابطه فلزيه؟ ده قوه التجاذب بين الايون والسحابه الالكترونيه. طب قال لك يعني ايه شبكه بلوريه؟ ده تجمع ذرات الفلز في تجمع واحد او تجمع منتظم او معين. طيب السبيكه ده مخلوط متجانس متكون من مخلوط او اكتر من فلز او اكتر. سبيكه البرونز سبيكه بتحتوي على 95% قصدير و5% نحاس. 5% ايه؟ نحاس. طيب عمليه التدوير، عمليه تحويل النفايات الى مواد صالحه للايه؟ للاستخدام. انا بس برجعها تاني. ليه بعملها كده؟ قال لك والله بعملها كده علشان مش موجوده في القشره الارضيه بشكل كبير، تكلفه تدويرها بسيطه جدا عن تكلفه استخراجها من بطن الارض. كمان مش موجوده بشكل ايه؟ بشكل كبير. طيب تعال نخش بقى شويه تعليلات كده مهمين جدا. ليه بيدخل الكربون في صناعه العمود الجاف؟ قال لك والله علشان بيوصل كهرباء بس. يعني لما يسالك سؤال علل يدخل الكربون اللي هو الجرافيت في صناعه العمود الجاف، هتقول له عشان جيد التوصيل الكهرباء بس. طيب 2 ليه درجه الانصهار الفلزات عاليه؟ والله هتقول له علشان فيها رابطه فلزيه. الرابطه الفلزيه بتعمل حاجتين، بتخلي درجه الانصهار عاليه، بتدي صلابه للفلز. ماشي. الالومنيوم ليه اكبر او اكتر صلابه من المغنيسيوم او الصوديوم؟ لسه قايلينها من شويه، قايلين لك علشان عدد الكترونات التكافؤ بتاعه الالومنيوم اكبر بكتير من عدد الكترونات التكافؤ بتاعه المغنيسيوم او الصوديوم، وده بيخليها اكثر صلابه ودرجه انصهارها اكبر. تمام؟ طيب لا تستخدم الفلزات النقيه غالبا في الصناعه. ليه الفلزات النقيه ما بتستخدمش في الصناعه؟ علشان هي اصلا لينه. انت بتقول لي غير قابله للكسر هشه، لا هي لينه، لو تنتها تتني معاك بس ما تتكسرش، فعشان كده بستخدم سبايك، انا بضيف مسحور فلز مع مسحور فلز عشان يكونوا له مخلوط متجانس. طيب يفضل اعاده التدوير ليه؟ قال لك والله علشان بسبب
نقص وجود العناصر ديت في القشره الارضيه، كمان صعوبه استخلاصها من خاماتها وانخفاض تكلفتها ايه تكلفه تدويرها يعني. اذكر اهم كل من الحاجات دي بتيجي في الامتحانات. اول حاجه الجرافيت قلنا بيدخل في صناعه الاعمده الكهربائيه. طب الرابطه الفلزيه مسؤوله على صلابه الفلز وارتفاع درجه الانصهار. طيب سبيكه البرونز قلنا تستخدم في صناعه الحلى وبتستخدم في صناعه التماثيل وبتستخدم كمان في صناعه الميداليات. عمليه التدوير قلنا تحويل النفايات الى مواد صالحه للايه؟ للاستخدام. المقارنات قلنا مش هنقارن، قلنا الفلزات كريمه دايما بتحب تفقد حول ايون موجب، والفلزات بخيله شويه بتحب تكتسب وتحول الى ايون سالب. مستوى الطاقه هنا الاخير بيبقى 1 أو 2 أو ايه؟ برافو عليك 3. والفلزات بتبقى ايه؟ 5 6 ايه؟ 7. برافو عليك، سمعك عاش. ده ليها بريق معدني ملهاش بريق معدني، دي قابله للسحب. الفلزات قابله للسحب والطرق والتشكيل، دي عكسها ولا اي حاجه. دي بتوصل كهرباء، بتوصل حراره درجه انصهار عاليه، دي ولا بتوصل كهرباء ولا بتوصل حراره ودرجه حراره منخفضه. بس خلي بالك في عنصر واحد اسمه الجرافيت اللي هو الكربون هو اللي بيوصل ايه؟ الكهرباء. عشان كده بستخدمه في الاعمده الكهربيه او العمود الجاف يعني. طيب نخش على الالومنيوم. هبص كده الذره دي مستوى الطاقه الاخير بتاعها 1، يبقى دي فلز صح؟ او 2 أو 3 صح؟ يبقى دي فلزات. انهي اكثر صلابه؟ الالومنيوم، لان عدد الالكترونات بتاعته اكبر من المغنيسيوم، اكبر من الصوديوم. طيب بالنسبه لدرجه الانصهار، ده درجه انصهاره 98%. دي درجه انصهار، ودرجه انصهار المغنيسيوم 650 تقريبا درجه مئويه. اما الالومنيوم درجه انصهاره بتوصل ل 660 عفوا 600 ايه؟ 660. طيب كن عالي الهمه ولا ترضى بغير القمه، قمه بس، غير كده مش عايزين. طيب اهم الاسئله في الدرس الثاني تتكلم برضه على الاحماض. مواد تذوب في الميه وتعطي كاتيون الهيدروجين الموجب. سلام عليكم وخلاص. طيب الاحماض الاكسجينيه، احماض بتحتوي على اكسجين بس. طب الغير اكسجينيه، احماض لا تحتوي على اكسجين بس. طب القلويات، مواد تذوب في الميه وتعطي هيدروكسيد سالب بس خلاص. المجموعه الذريه، ايونات تتكون من اكثر من ذره لاكثر من عنصر. ايونات تتكون من اكثر من ذره لاكثر من عنصر. التعليل، ليه بستخدم لبن مغنيسيا؟ لسه قايله من 5 دقائق. ليه؟ علشان ده بالنسبه لي علاج مؤقت لحموضه الايه؟ المعده. تحول احماض شريط الدوار على الشمس الازرق الى اللون الاحمر. ليه؟ لانها بتدوب في الماء وتعطي كاتيون الايه؟ الهيدروجين. بنفس المنطلق اقول لك ليه بتحول القلويات الاحمر للازرق؟ لانها بتدوب في الماء وتعطي كاتيون او انيون الايه؟ الهيدروكسيد. يعد ثاني اكسيد الكربون من الاكاسيد الحمضيه لانه بيدوب في الماء بيديني محلول حمضي. طب اكسيد المغنيسيوم قال لك بيدوب في الماء ويديني محلول هيدروكسيد المغنيسيوم الايه؟ القلوي. طيب واهم العلل دي برضو خطوره احتراق الفحم، ده بيسبب امطار في النهايه، امطار حمضيه بتضر بايه؟ على الكائنات، تضر الكائنات الحيه. تختلف الاحماض في قدرتها على توصيل الكهربي، لان الاحماض القويه بتوصل الكهرباء بصوره جيده عن الاحماض الضعيفه. القوي بيوصل افضل بصوره جيده عن الاحماض الايه؟ الضعيفه. ماذا يحدث لو حطيت شريط دوار عباد الشمس في محلول الشمس الازرق في محلول حمضي؟ هيتحول لون الاحمر. طب لو حطيت الاحمر في محلول هيدروكسيد يعني او اتش يعني قلوي يتحول للون الازرق. الاكسجين لو ارتبط بعنصر فلز او لا فلز، لو ارتبط بفلز اسمه اكسيد قاعدي، لو ارتبط بلا فلز اسمه اكسيد حمضي. احتراق المغنيسيوم في وجود الاكسجين ده بيديني اكسيد مغنيسيوم اكسيد قاعدي. احتراق الوقود الحفري بيسبب امطار حمضيه. ذوبان اكسيد الحمض في بخار الميه بتكون برضو امطار حمضيه. لو سقط الامطار الحمضيه يحدث ايه؟ ضرر في المنشآت، في الكائنات الحيه، في الكائنات اللي موجوده في المسطحات الايه؟ المسطحات المائيه. ايه اللي يحصل لو زادت حمض اللاكتيك في العضلات؟ بيحدث ايه؟ شد عضلي. طب هو حمض اللاكتيك بيعمل ايه اصلا؟ هو ده بيديني باور، بيديني طاقه لو كميه الاكسجين قلت في جسمي، بس زيادته بيسبب لي شد العضلي. طيب حمض الهيدروكليك في المعده بيهضم. حمض اللاكتيك بيمد العضلات بالطاقه. لبن مغنيسيوم علاج مؤقت لحموضه المعده. الصيغ دي مهمه جدا. هيدروكسيد رمزه او اتش لازم يتحفظ. نترات NO3، نيتريت NO2، كربونات CO3، بيكربونات اتش هتزود اتش بس. كبريتات SO3، كبريتيت SO2، امونيوم NH4. طيب بعض الاحماض حمض الكبريتيك حمض اوله اتش
وبعد كده اي مجموعه ذريه سالبه على الهيدروكسيد. قلوي اخره هيدروكسيد وكاتيون ما عدا الهيدروجين الموجب بس. طيب وادي حمض الكربونيك، حمض الكبريتوز، وحمض الفوسفوريك. وبعض القلويات برضو قلنا او اخره او اتش وبعده كاتيون موجب عدا الهيدروجين، وكل ده احنا لسه قايلينه فوق. طيب الصيغ الاحماض، الفرق ما بين الحمض والقلوي، حمض يدوب في الميه ويديني هيدروجين، قلوي يدوب في الميه ويديني هيدروكسيد. طيب محاليلها بتوصل كهرباء ومصاهرها، بس الملح نفسه ما بيوصلش كهرباء. الاحماض الاكسجينيه يعني فيها اكسجين، غير اكسجينيه ما فيهاش اكسجين. ودي بعض الامثله اللي احنا برضو درسناها فوق. الاحماض القويه والضعيفه قلناها برضو فوق، مش هنقف عندها، وخلينا برضو ايه ناس سريعه شويه. الاكاسيد كلمه اكسيد قاعدي يعني حمض قلوي فلز اتحرق في وجود اكسجين. طيب الاكاسيد الحامضيه لا فلز اتحرق في وجود الايه الاكسجين. الاحماض في البيت ليمون، كاتشب، عنب. القلوات في البيت قلويات اللي هي زي المنظفات، معجون الاسنان، صودا الخبيز. الامطار الحمضيه بتدمر الغابات، بتضر الكائنات اللي بتعيش في المسطحات المائيه، بتاكل احجار المباني. طب نخش على الادله الكيميائيه، الجواسيس. دليل كيميائي، مواد تغير منين؟ تغير لونها حسب الوسط اللي هي فيه بس. طب الرقم الهيدروجيني ده مقياس، مسطره عاملها عمك سورين من 0 ل 14، في النص 7 متعادل، من اهو بتزداد الحامضيه، كده اهو بتزداد القلويه. يعني الصفر اكبر ولا الستة اكبر؟ هتقول لك الصفر اكبر. الصفر ايه؟ اكبر. طيب الاملاح مركبات معظمها ايونات بتنتج من اتحاد حمض مع قلوي. دليل يونيفرسال، ده دليل بيستخدم للتميز بين الاحماض والقلويات، والحمض نفسه والقلوي نفسه، الحمض القوي من الحمض الضعيف، او القلوي القوي من الايه؟ من القلوي الضعيف. ليه ما ينفعش اتذوق او اشم او اعمل اي حاجه في المعمل؟ لان المواد دي ممكن ايه؟ تسبب انها تقتلني. تمام؟ طيب الميه المقطره متعادله ليه؟ لان عدد الايونات بتاعت الهيدروجين قد عدد الايه؟ الايونات بتاعت الهيدروكسيد. لا يصلح دليل دوار الشمس في التميز بين الحمض القوي والضعيف، لان هو بيدي نفس اللون. الحمض دوار الشمس بيدي احمر في القوي وبيدي احمر في الضعيف، فما ينفعش افرق بينهم. امال افرق بايه؟ بدليل يونيفرسال. يجب ان تبلل شرائط الادله ليه؟ علشان الغاز بيدوب في الدليل، وعشان كده يديك ايه؟ يديك لون. لو كان غاز حمضي يديك احمر، لو كان غاز قلوي يديك ازرق. السحابه في السماء المالح اسهل من السباحه، عفوا في الماء المالح اسهل من السباحه في الماء العذب. ليه؟ لارتفاع نسبه الاملاح، ودي بترفعك. قلنا البحر الميت اكبر 10 اضعاف من الملح العادي يعني، او البحيرات الثانيه. اضافه ماده هيدروكسيد الكالسيوم الى بعض انواع التربه لمعالجه حمضيه الايه؟ المعده. طيب الكلام ده احنا قلناه كله. تعال نخش على الادله الكيميائيه. قلنا الادله الكيميائيه بتستخدمها في ايه؟ للكشف، صح؟ دليل يونيفرسال التميز بين الحمض والقلوي، او الحمض نفسه والقلوي نفسه. هيدروكسيد الكالسيوم قلنا معالجه، خلي بالكم دي والله بتيجي في الامتحان كتير وهتيجي في اختبار الشهر. طيب جهاز بي اتش ميتر، ده قياس بيقيس بالدقه مباشره على طول لانه ديجيتال. تمام؟ طيب اهم المقارنات، لو قارنت بين ثاني اكسيد الكربون والنشادر هنقول ان ده اهو بيحمر عشان ده ايه؟ قاعدي. وده اهو بيزرق علشان ايه؟ علشان قلوي. طيب الرقم الهيدروجيني اقل من 7 حمض، 7 متعادل، بعد السبعه قلوي. الشرائط دوار الشمس ودليل يونيفرسال ده بيستخدم في التميز بين الحمض والقلوي والمواد المتعادله. اما ده لا، بيستخدم في التميز بين الاحماض والقلويات، والاحماض وبعضها والقلويات وبعضها حسب قوتها. الملح في منه بيدوب وفي منه ما بيدوبش، في منه حمضي، في منه متعادل، في منه قلوي. تمام؟ طيب في منه ابيض وفي منه اخضر وفي منه ازرق، انواع كتير قوي. الملح زي ما اتكلمنا، اللون، قابليه الذوبان، قيمه البي اتش، التوصيل الكهربي. تمام؟ طيب والكلام ده لسه قايلينه فوق في الفيديو من شويه. كن علي الهمه ولا ترضى بغير القمه، وصلى على النبي. ما علينا. اخر درس. يعني ايه مسار الحركه؟ دي مجموع النقاط اللي اتحركها الجسم من نقطه لنقطه. الجسم ده اتحرك من النقطه دي للنقطه دي، وبعد كده من النقطه دي للنقطه دي، وبعد كده من النقطه دي للنقطه دي. ده اسمه مسار الحركه وبنسميه مسافه. المسافه رمزها دي، ده الطول الفعلي والمسار الفعلي اللي اتحرك بيه الجسم من نقطه بدايه لنقطه نهايه. في نقطه البدايه، في نقطه النهايه هناك اهي، اجمعهم. طب الازاحه قال لك لا، ده اقصر خط مستقيم بيصل بين ايه؟ نقطتين، نقطه البدايه اهي ونقطه النهايه دي، ده اقصر خط مستقيم.
السرعه دي المسافه المقطوعه خلال وحده زمن، وليها قانون بتساوي الدي اللي هي المسافه على التي. مهمه دي. الشغل كميه الطاقه اللازمه لتحريك جسم ازاحه معينه. لو الجسم ده اهو، الراجل ده اهو زق صخره او طوبه، اتحركت مسافه معينه عمل شغل، ما اتحركتش ما بذلش الشغل. يعني انا بزق الحيطه وانا زي بزق الحيطه بذلت الشغل، بذلت قوه، بس هل بذلت شغل؟ لا. ليه؟ لان الحيطه ما اتحركتش، فلازم أن تتحرك ازاحه معينه عشان اقول بذلت شغل. الطاقه كميه الطاقه اللازمه لتحريك، لازم أن يتحرك جسم ازاحه معينه في نفس اتجاه تاثير القوى المؤثره عليه. الطاقه الانرجي يعني القدره او المقدره على بذل شغل. المتغير المستقل والتابع والضابط ده اللي احنا لسه قايلينه في التجربه بتاعتنا. طيب ما معنى ان المسافه؟ كلمه ما معنى دي سؤال جميل قوي. بتعرف بس ما معنى ان المسافه بتساوي كذا تقول تعريف المسافه، ما معنى الازاحه بتساوي كذا بتقول تعريف الازاحه، ما معنى ان السرعه بتساوي كذا بتقول الايه؟ تعريف السرعه. يعني كلها تعريفات بس مش اكتر. طيب الثلاثه هم ما معنى ان نقول ان المسافه، الازاحه، السرعه. طيب بعد كده يا شباب دي اهم التعليلات المهمه جدا. تزداد سرعه الجسم المتحرك كلما قل الزمن. ليه؟ لان في تناسب عكسي. الشخص الذي يدفع حائط لا يبذل شغل. ليه؟ لان الازاحه المقطوعه بتساوي ايه؟ صفر. اذا ما فيش ازاحه ما فيش شغل. اختلاف قيمه وزن الجسم عن قيمه كتلته، لان وزن الجسم بيساوي حاصل ضرب الكتله في شده المجال الجاذبيه. حضرتك لما بتروح تقيس نفسك في الصيدليه انت بتقيس كتلتك مش بتقيس وزنك. عايز تقيس وزنك قول له كتلتي مثلا كذا واضربها في 9.8 او اضربها في 10 تديك وزن الجسم، تديك وزن الجسم. ليه تقل طاقه وضع الجسم تدريجيا اثناء سقوطه؟ لان الطاقه المختزنه، كلمه طاقه وضع يعني طاقه مختزنه. لما بيسقط حجر من اعلى هو كده طاقته بتنفذ، الطاقه اللي انا اختزنتها بتنفذ، وبالتالي هتبقى طاقته في النهايه كام؟ طاقه الوضع تساوي صفر. طب زياده طاقه بزياده وزنه، لان طاقه وضع الجسم تتناسب طردي. كل ما الوزن يزيد طاقه الحركه تزيد. طاقه وضع الجسم ساقط لحظة وصوله للأرض تساوي صفر. ليه لما أول ما بيلمس الأرض بتساوي صفر؟ قال لك والله لأن ارتفاع الجسم عن سطح الأرض بيساوي صفر. هو الجسم لما يبقى على الأرض في طاقة؟ ما فيهوش طاقة، فبالتالي المسافة بين الجسم والأرض ما بتساويش حاجة، يبقى الإزاحة بصفر، يبقى ما فيش طاقة وضع. ماذا يحدث لو عاد الجسم؟ ماذا يحدث لو عاد معتذرا؟ عودة الجسم المتحرك إلى موضع بداية الحركة. موضع بداية الحركة بيكون مقدار الإزاحة بيساوي صفر. طب زيادة المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك للضعف بالنسبة لسرعته تزداد السرعة للضعف. وده الأمثلة احنا خدناها فوق، يعني خدنا الأمثلة دي فوق، تمام؟ عشان ما بس إيه ما نطولش عليكم أكتر من كده. العوامل المؤثرة على طاقة الوضع قلنا وزن الجسم، ارتفاع الجسم. طيب العوامل المؤثرة على طاقة الحركة قلنا كتلة الجسم نص الكتلة في مربع السرعة. دي التحويلات المهمة اللي احنا خدناها برضو، ودي برضو التحويلات اللي احنا خدناها فوق نذاكرها كويس. ان شاء الله ننزل PDF ده على الانترنت او الديسكريبشن. دي قلنا المسافة، وده الزمن، وده هو السرعة. يعني السرعة بتساوي المسافة المقطوعة على الزمن، تمام؟ قال لك في الشكل المقابل تحرك جسم من نقطة A إلى نقطة B أو D مرورا بنقطة C وزمن قدره كذا. عايز مسافة وزاحة وسرعة. قال لك والله اتحرك من نقطة A إلى النقطة دي. يلا عايز مسافة. المسافة بتساوي AB زائد BC زائد CD. طب الإزاحة أقصر خط مستقيم يصل بين نقطتين، يعني إيه؟ دي. طب السرعة عندنا القانون لسه واخدينه اهو. السرعة بتساوي المسافة على الزمن. في الزمن أنا جايبه الزمن اهو. بس يبقى هتقول إن المسافة هتساوي كام؟ AB زائد BC زائد CD اللي هي هتساوي كام في الآخر؟ 24. الإزاحة أقصر خط مستقيم AD اللي هي هتساوي كام؟ 10. عرفت إزاي أهو؟ ما هي دي 7 دي 7 دي 10 تبقى دي كام؟ 10. طب السرعة بتساوي الدي على التي، يعني 24 على 6 فيها 4 متر على الثانية. الشغل المبذول القانون بتاعنا الW بيساوي الإف في اس. قلنا الإف اللي هي القوة، الإس اللي هي الإزاحة، تمام؟ دي بتتقاس بالإيه؟ الإزاحة مسافة سنتيمتر أو متر. طب القوة بتتقاس بحاجة اسمها إيه؟ نيوتن. طب الشغل بيتقاس بحاجة اسمها إيه؟ الجول. الحاجات دي تكون المفروض عارفينها وحلينا عليها قبل كده. طيب مثال مثلا أهو عشان نخلص. احسب مقدار الشغل المبذول، يعني عايز W أنا ما أعرفوش، انما تؤثر قوه مديك الاف ب 40 على جسم متحرك مسافه مديك الاس بتساوي 5. هو الدبليو بيساوي ايه؟ مش بيساوي الاف في الاس، هتضرب 40 في كام؟
تضرب 40 في 5 هتديك 200. طاقة الوضع بتساوي وزن الجسم، نفس الكلام، دي طاقة وضع. ده اهو وزن، ده اهو ارتفاع. احسب طاقة وضع جسم وزنه، الوزن بيساوي 20، ارتفاع الاتش بيساوي 4، عفوا الاتش بيساوي ايه؟ 4. يلا عايز ايه؟ عايز طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع، هتضرب 20 في كام؟ في 4. احسب وزن جسم، عايز الوزن هتقسم البي اي على الاتش، البي اي بكام مديها لك؟ ب 200، والاتش بكام؟ ب4، هتقسمهم 200 على 4 تطلع ب 50. تمام؟ طيب احسب ارتفاع، عايز ارتفاع، اللي عايزه خبيه، هيبقى بي اي على الدبليو، هتبقى لازم يديك طاقة الوضع ويديك الوزن. بص اهي، احسب ارتفاع جسم كتلته عن سطح الارض عندما تكون طاقة وضعه كذا، مديك البي اي. تمام؟ هو عايز ايه؟ عايز الارتفاع، بس مش مديك الوزن بشكل مباشر، مديك كتلة. لازم يديك عجلة عشان تجيب وزن. اهو بص هديك ايه؟ اقول لك علما بان شدة مجال الجاذبية بيساوي 10. اول حاجة هتجيب الوزن، الوزن بيساوي الكتلة فين؟ في عجلة الجاذبية، يعني 6 في 10 ب 60. معايا الوزن، اجيب الارتفاع بتساوي ايه؟ طاقة الوضع على الوزن 180 على 60 فيها 3 متر. اخر حاجة مفاهيم طاقة الحركة، ناخد امثلة بس عليها، والحاجات دي نشوفها بعدين، امثلة بس عليها كده. القانون بي اي اللي هي الوضع الحركة بتساوي السرعة او مربع السرعة في نص الكتلة. يلا احسب طاقة الحركة، عايز طاقة الحركة يخبيها، والدي في دي نص في مربع كتلة 4 تتحرك بسرعة 2، فهنقول نص الكتلة كام؟ نص الأربعة 2، مربع الاتنين كام؟ 8، يبقى هنقول نص في 4 في 2 في 2 هتساوي 8 جول، لأنها بتتقاس بالجول. احسب كتلة الجسم، طب أنا عايز الكتلة هخبيها وأقول 2 كي بتساوي إيه؟ على الفي تربيع. احسب كتلة جسم طاقة حركته كذا، يعني مديك الإيه؟ الكي إي، تتحرك بسرعة مقدارها كذا، مديك الفي، يلا عوض بس، هو كلها تعويض مباشر، انت تاخد المساله تطلع معطياتك وتعوض بس. تمام؟ احسب سرعه، عايز السرعه بتساوي ايه؟ خبيها، قول السرعه بتساوي 2 كي اي على الام. اهي احسب سرعه الجسم طاقه حركته، مديك طاقه الحركه ومديك الكتله. عايز ايه؟ عايز الفي، الفي تربيع بتساوي 2 كي اي على ام، واحسب هتطلع هتجذرها، لان الفي تربيع عشان احولها لفي لازم اجيب الجذر بتاعها. تمام؟ طيب الطاقة الميكانيكية مجموعة طاقتين مع بعض، دي آخر مسألة معانا، آخر مسألة. الطاقة الميكانيكية، عايز الطاقة الميكانيكية لسه واخدينها إن مجموع طاقة الوضع والحركة، لازم يديك الاثنين، أو يديك واحدة ويديك الثانية بمصطلحاتها أو بتعريفاتها. احسب طاقة متحرك إذا علمت إن طاقة وضعه كذا وطاقة حركته كذا، اجمع الاثنين 1500، 1000 زائد 500 ب 1500 جول. سقط حجر كتلته 5 جرام من ارتفاع 8، احسب طاقة حركته والطاقة الميكانيكية، علما بأن شدة المجال اداك ارتفاع واداك طاقة ميكانيكية، عايز طاقة ميكانيكية واداك كتلة، اضرب الكتلة في عجلة الجاذبية تديك وزن، هتجيب طاقة الوضع أو طاقة الحركة، كده خلصنا. طيب أهو عند بداية السقوط الكي اللي هي طاقة الوضع بزيرو. طيب الطاقة الميكانيكية مجموعة طاقتين، هتجمع دي مع دي، أو عفوا دي مع دي هتديك 400. لحظة وصوله هتجمع الاثنين بقى زي ما قلت. بس كده، بس يا عم كده. الكرة اهي شدتها من فوق، فهنا الطاقة أكبر ما يمكن، طاقة الوضع، طاقة الحركة بصفر. سبته الكرة نزلت، فطاقة الحركة إن هو أعلى ما يمكن وطاقة الوضع صفر. هيرجع تاني، هتبقى طاقة الوضع إن هو أكبر ما يمكن وطاقة الحركة صفر، وهترجع نفس الكلام. كده احنا خلصنا. تابعونا وإن شاء الله تستفيدوا بإذن الله، موفقين دايما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.